السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. بنكمل مع بعض حل تدريبات الوحدة التالتة من كتاب الامتحان، كتاب المراجعة، صفحة 42. ما تنساش لو لسه ما شفتش الجزء الأول من حل تدريبات الوحدة هتلاقيه موجود تحت في صندوق الوصف. بنكمل مع بعض أسئلة صح وغلط، ونقول تأتي قارة إفريقيا في المرتبة الثالثة عالميا من حيث مساحة الأراضي الزراعية بعد قارتي آسيا واستراليا. لا، هي بتأتي في المرتبة الثالثة أوكي، لكن بعد آسيا وكمان أوروبا. يعد ساحل شمال غرب إفريقيا من الأراضي الصالحة للزراعة، طبعا صح. تعد الزراعة بقارة إفريقيا إحدى تعد الزراعة بقارة إفريقيا إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، صح. اليام محصول لونه الخارجي يشبه البطاطس وتنتج إفريقيا منه 98%، صح. يعد الكاكاو من المحاصيل النقدية التي تزرع في قارة إفريقيا، غلط، لأن الكاكاو دي من محاصيل المنبهات. ممكن أشيل الكاكاو وأحط طبعا القطن اللي هو من المحاصيل النقدية، ممكن يغير يا دي يا دي. توجد بقارة إفريقيا 84 من الإبل عالميا وتتركز في السهول الفيضية، لأ، الإبل اللي موجودة عندي موجودة في المناطق الصحراوية. تعد سواحل المحيطين الأطلنطي والهادي من المصايد البحرية. طب أنا في أفريقيا ما عنديش محيط هادي، إنما اللي موجودة عندي الأطلنطي وكمان المحيط الهندي. تحتل دولة الجزائر المركز الثاني في إنتاج الأسماك. أنا عندي الأول المغرب، لكن الثاني هي دولة موريتانيا. مصر أولى الدول الإفريقية إنتاجا للأسماك من المزارع السمكية، صح. معاناة المصايد الداخلية من تدهور الموائل البحرية إحدى مشكلات الثروة السمكية في إفريقيا، صح. يدخل معدن الذهب في صناعة بعض الأدوية والصناعات الإلكترونية، صح. من أهم الدول الإفريقية المنتجة للبترول أنجولا ومصر، صح. يعد الفحم من مصادر الطاقة الأحفورية النظيفة ورخيصة الثمن، ده كده بيتكلم عن الغاز الطبيعي. توجد الصناعات التحويلية الثقيلة في إفريقيا في عدد قليل من الدول منها غانا والجزائر، صح. يعد ضعف التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية أحد مشكلات التعدين وكمان الطاقة والصناعة، صح. تقوم الدول الإفريقية باستيراد الإنتاج المعدني في شكل مواد خام، لا هي ما بتصنعش لكن بتصدر، يبقى تقوم بتصدير. من مقومات السياحة في أفريقيا غنى السواحل الشمالية بالشعاب المرجانية، احنا قلنا اللي ناحية البحر المتوسط، يبقى السواحل النين الشرقية. حصل المصريون عام 2021 على المركز الثامن في مؤشر مساعدة الغرباء، صح. تقع مباني وهياكل مدينة جميلة على ارتفاع 900 متر عن سطح البحر، صح، اللي موجودة في الجزائر. يتشابه منتزه كلمنجارو الوطني مع محمية غابة دجا بإفريقيا في وجود الثدييات المهددة بالانقراض، صح. يعد انتشار المستنقعات من المشكلات اللي بتواجه النقل النهري في إفريقيا، صح. من المتوقع نقل البضائع من شمال إفريقيا لجنوبها عبر مشروع طريق القاهرة كيب تاون خلال 4 أيام، صح. تتسم حصة إفريقيا من التجارة العالمية بالضخامة، لأ طبعا دي ضعيفة جدا، يبقى تتسم بالضعف. تساهم الدول الخمس الأقوى اقتصاديا في إفريقيا بنحو 50% من صادرات القارة، صح. تقوم قارة إفريقيا بتصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والصين والولايات المتحدة، صح. صوب ما تحته خط. المحصول الذي يمكن تناوله نيئا أو طحنه لصنع الخبز وتنتج إفريقيا منه نحو ثلثي الإنتاج العالمي هو الكازافا. يزرع البن في شرق وغرب وكمان وسط إفريقيا. ينتشر الجراد في قارة إفريقيا على أطراف المناطق الصحراوية ويتحرك نحو مناطق البحر المتوسط ومناطق السافانا. تعد دولة أولى الدول في أعداد الإبل هي دولة تشاد. تشكل النشاط الزراعي أساس الاقتصاد في المناطق الجافة وشبه الجافة. أنا كده مش هيبقى عندي زراعة، أنا هيبقى عندي النشاط الرعوي. تعد كينيا وإثيوبيا من أكبر الدول الإفريقية المصدرة للثروة الحيوانية لدول الخليج العربي. تعد دولة ثاني الدول الإفريقية في إنتاج الأسماك من المزارع، ده طبعا بعد مصر، هي دولة نيجيريا. لو ركزت اشمعنى مصر ونيجيريا هي أكتر دولة عندهم مزارع سمكية، طبعا بسبب ارتفاع الكثافة السكانية. تأتي مين في المركز الأول في الإنفاق على البحوث الزراعية؟ هي مصر. تنتج قارة إفريقيا أكثر
من نصف الإنتاج العالمي من معدني الماس وكمان الكروم. ينتمي اليورانيوم إلى المعادن النووية وكمان الاستراتيجية. تندرج صناعة قطع الأخشاب ضمن الصناعات التحويلية الثقيلة، ده ضمن الصناعات الاستخراجية. توجد أقدم مستوطنة بشرية في مواقع التراث العالمي، دي موجودة طبعا في دولة كينيا اللي هي مدينة لامو اللي هي دولة كينيا. قامت منظمة الاتحاد الإفريقي باعتماد اتفاقية حماية التراث الثقافي، لا طبعا دي منظمة اليونسكو. من معوقات السياحة في إفريقيا عدم إجادة الكثير من السكان للغة الإنجليزية. تتعرض بعض الأنهار في إفريقيا للجفاف، فكده بتبقى غير صالحة للملاحة النهرية. يوجد مطار كيب تاون في دولة جنوب إفريقيا. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. منطقة بيئية طبيعية مأهولة بنوع واحد أو أكثر من الكائنات البحرية، دي الموائل البحرية. أحد المشروعات المصرية للتوسع في الاستزراع السمكي ده مشروع بركة غليون. يعد من أهم مصادر الطاقة الأحفورية المؤثرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يبقى البترول. تأتي في مقدمة الحضارات الإفريقية الجاذبة للسياحة، وتعد أهرامات الجيزة من أشهر أثرها هي الحضارة المصرية القديمة. مدينة تعود للعصور الوسطى وتعد مركز ديني مسيحي بارز في إثيوبيا، مدينة لاليبيلا الصخرية. المصطلحات اللي قدامي دي كلها معلش هتخطى السؤال ده لأنه موجود عندنا في الكتاب. أنا عايزة أقول لك شوية بما تفسر عشان وقت الفيديو. لو في تعريف وقف معاك اكتبولي في الكومنتات وأنا هرد عليك. تعمل لكم كل سؤال بإجابة. أنا حاولت أعمل لكم كل سؤال بلون عشان تقدروا تشوفوهم أوضح. بما تفسر، كانت الزراعة البسيطة النمط السائد للزراعة في إفريقيا حتى القرن العشرين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحاصيل. 2. قيام بعض الدول الإفريقية بالتحول من الزراعة البسيطة للزراعة الكثيفة والواسعة بسبب الزيادة السكانية وزيادة الإنتاج وسد الاحتياجات الغذائية للسكان. 3. اعتماد بعض الدول الإفريقية على الزراعة الذكية مناخيا لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي. 4. أهمية القطاع الزراعي للاقتصاد الإفريقي لأنها تستوعب نسبة كبيرة من العاملين نحو 50% من القوى العاملة. كمان تستخدم في الأغراض التجارية اللي هي المحاصيل في منها اللي بيتصدر بره. 5. أهمية المطاط الطبيعي يستخدم في صناعة إطارات السيارات والطائرات. 6. تعرض التربة الزراعية في إفريقيا للتعرية بسبب الرياح والأمطار والرعي الجائر. 7. يشكل الجراد الصحراوي خطر كبير على الزراعة في إفريقيا لأنه يؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية. 8. أهمية الثروة الحيوانية لإفريقيا، طبعا عشان المكان هنقولها من الكتاب. 1. يشكل الرعي بقارة إفريقيا أساس الاقتصاد في المناطق الجافة وشبه الجافة ويوفر فرص عمل لأغلبية سكان غرب ووسط القارة. كمان إن هو بيوفر عائدات مالية من النقد الأجنبي وتعزز من اقتصاد الدول المصدرة لها، وتعد كل من السودان وكينيا والصومال وإثيوبيا من أكبر مصدري الثروة الحيوانية لدول الخليج. اتخاذ بعض الدول الإفريقية للأسماك كمصدر رئيسي للغذاء البروتيني. أكيد في عندها مشكلة في حاجات تانية فمش قدامها غير الأسماك، فهنقول لأنه يوجد كثير من دول إفريقيا تعاني من مشكلات في إنتاج الثروة الحيوانية، فبالنسبة لها أن الأسماك بتعوض النقص في الإنتاج الحيواني. 10. تعاني إفريقيا من استنزاف المصايد البحرية وانخفاض المخزون السمكي، ده بسبب عدم إحكام الرقابة على أساطيل الصيد الضخمة وكمان الصيد غير القانوني. بالنسبة يا شباب للناس اللي شايفة أن أنا بقول بسرعة، حضرتك أنا مش بملي إجابة، أنا بشرح لك وبساعدك إن أنت تراجع الحل بتاعك، مش إن أنت تشغل الفيديو وتنقل ورايا على طول. يا ريت نركز في جزئية زي دي ومحدش يقول لي يا مس أنت بتقولي بسرعة. حابب تكتب ممكن توقف الفيديو وتثبته لحد ما تلحق تكتب اللي أنت سمعته وبعدين ترجع تشغله تاني. 11. تواجه المصايد الداخلية بإفريقيا عدة مشكلات.
أول حاجة تدهور الموائل البحرية وكمان الإفراط في الصيد. 12 إطلاق الاتحاد الإفريقي برنامج شامل للتنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا. 13 قيام مصر بالعمل على زيادة الاستثمار في البحوث الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي مما يساهم في 1. تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية. 14 تأخر استغلال خام الحديد لجبال البحر الأحمر بسبب أو لأنه بعيد عن وسائل النقل نتيجة موقعه الجغرافي، إن هو بعيد جدا عن مناطق التصنيع. 15 يتطلب النشاط التعديني بإفريقيا رأس مال ضخم لأنه يحتاج إلى شراء المعدات وكمان مد شبكات الطرق وتأسيس البنية التحتية. 16 تعد إفريقيا أفضل القارات استفادة من الطاقة الشمسية. ليه؟ لأن الموقع الفلكي لقارة إفريقيا أدى إلى تلقيها معدلات إشعاع شمسي مرتفعة سنويا مما يجعلها من أكثر القارات طبعا ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية. 17 تعد الطاقة الكهرومائية أول مصادر الطاقة المتجددة التي يتم استثمارها في أفريقيا بسبب وفرة الأنهار والمساقط المائية في أفريقيا. 18 ملائمة معظم جهات إفريقيا لطاقة الرياح بسبب انتظام هبوب الرياح بسرعة مناسبة. 19 اعتماد الدول الإفريقية على الشركات الأجنبية في التعدين والصناعة. السبب عندي حاجتين، أول حاجة نقص رؤوس الأموال وكمان افتقار بعض الدول للأيدي العاملة المدربة. 20 اهتمام القطاع الخاص بالصناعات الاستهلاكية لأنها تحقق أرباحا سريعة مثل السلع الغذائية. هنقف لحد صفحة 44 في الفيديو ده ونكمل إن شاء الله بقية الوحدة في الفيديو اللي بعده. وما تنساش هنزل بعد منه الفيديو بتاع حل الامتحان أو التقييم الختامي بتاع كتاب المدرسة، مهم جدا وبيجي منه التقييمات وامتحان الشهر. ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك لو لسه جديد معانا عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات اللي هتنزل بعد الفيديو ده، واشوفكم على خير.